السلام عليكم. مرحبا بكم دارنا خاصات المقالات ويسي كل إصدار مقال اللي زوان لقى المهرجان الوطني للفنون الإفريقية خاصات تسول السنة المهرجان الوطني لإسمكان، لأن السمية هذا الإسمكان خصها تنطق، خصها تبدا نحتها مع التاريخ، خصها تبدا تحفر إن شاء الله. الأصل كديما أفريقي لأن كلنا كأفارقة، ولكن إسمكان يخصها فلاس نشتغل. السيد رئيس الجامعة الترابية لإسمكان مع عسكري للأسف أنه حاضر. السيد ممثل المندوبية الجهوية للثقافة، السادة النواب المحترمين، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة الأعزاء، أهلا بكم جميعا في هذا المكان الرائع الذي يجمعنا اليوم بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال أو 11 يناير 1944، الوثيقة التي دعا فيها المغاربة إلى استقلال المغرب في عهد الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله. يشكل هذا اليوم إحدى المحطات الرئيسية في تاريخ الكفاح الوطني الذي خاضه العشر والشعب المغربي من أجل الحرية والانعتاق من رقبة الاستعمار. بهذه المناسبة تقدم جمعية سوس قناوة للثقافة والفنون الشعبية بإسمكان دورتها الثانية للمهرجان الوطني لإسمكان تحت شعار امتداد إفريقي وهوية محلية. هذا الحدث الذي نعتبره جزءا من هويتنا المغربية الإفريقية وكذلك جزء من ثقافتنا وتراثنا العريق. هذا التراث الذي نعتبره جسر يربط بين الماضي والحاضر. السيدات والسادة الأعزاء، هذا المهرجان ليس مجرد مهرجان للفرجة، بل هو فرصة التواصل والتبادل الثقافي بين إسمكان وبين الشعوب الإفريقية، أي بين المغرب والدول الإفريقية الصديقة، بالإضافة إلى سعيه لتحقيق ربط أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية في المغرب وخارجه. إننا نطمح من خلال تنظيم المهرجان الوطني لإسمكان إلى إحياء وتثمين فنون إسمكان وقناوة وإبراز هويتهم الأفريقية والمحلية، تعزيز العلاقة الثقافية مع الدول الإفريقية الصديقة، التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي في مجال فنون إسمكان، استقبال دولة إفريقية سنويا كضيف للمهرجان مع طقوسها الثقافية والفنية. كما أن المهرجان يسعى إلى إبراز التراث المحلي وإحياء طقوس وموسيقى إسمكان في تناغم مع الهوية الإفريقية. وكما أن الانفتاح على الدول الإفريقية الصديقة والاحتفاء بها سنويا يعد خطوة رائعة نحو تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين المغرب وبقية دول القارة. وبالتأكيد سيساهم هذا المهرجان في تحقيق الأهداف السامية للمملكة المغربية وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السيدات والسادة الأعزاء، إن تراكم التجارب التي حققناها كفريق سواء بلاله ميمونة أو ضمن المهرجانات السابقة التي نظمناها أعطت نتائج من بينها مساهمة الجمعية في ملف تصنيف فن قناوة وإسمكان كتراث إنساني عالمي ضمن ملفات منظمة اليونسكو. هذا الملف هذا ربما الأغلبية ديالكم راه كيعرف بلي راه سوس قناوة ما كتستافد من هذا الملف حتى شي حاجة، وحنا موجودين في الملف ديال منظمة اليونسكو. استضافة باحثين من منظمات اليونسكو والمشاركة في إعداد الملف الخاص بهذا التصنيف. هذا الشيء راه كان للأسف اشتغلنا عليه ومشى بين يدينا. أعمال بحثية ودراسات أكاديمية مثل بحث الدكتوراه للباحثة فاطمة بومارت، ونتج عنه كتاب عبيد سوس. فاطمة بومارت، الدكتورة فاطمة بومارت اللي دوزت مع الجمعية أكثر من 10 سنوات وهي كتوجد في البحث ديالها وفي الكتاب ديال عبيد سوس. وأبحاث ماستر الطلاب الباحثين، ماستر للطلاب الباحثين في مجال فنون إسمكان والفنون الإفريقية، عرض أكاديمي في الأنثروبولوجيا الثقافية للطالب توفيق نوفل الديني، وعدة أبحاث في مختلف المسالك العلمية. في
الأخير أود أن أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا المهرجان المتواضع، المنظمين والمتطوعون والفنانين وكل من عمل بلا كلام لنجاح هذا المهرجان. كما نتمنى أن يكون من بين المهرجانات الوطنية البارزة التي تساهم في إبراز مكانة المغرب على الساحة الثقافية الدولية ويحقق النجاح والتوسع في السنوات القادمة. شكرا لكم. هاتي كلكم تقابلوا في وسط المهرجانات، كل الحضور اللي غادي يدان هاتي في وسط المهرجانات. نتمنى أي كيبغي الليرة، نتمنى أي كفتاية في تونس إن شاء الله في المستقبل. ترمي كلهم. الفني سمجان هو ضحية قناوة، يعني قناوة أخذت الشهرة وبالتالي اسم قال كوبراتيك كما كنقولوا أو كتعبير ثقافي يرتبط بهذا الجانب غالبا يعني غير معروف، وفقط الناس ديال سوس مؤخرا مع الجمعيات الجادة هي التي أعادت له الاعتبار. حتى في أكادير كاين بزاف ديال المهرجانات كان كلشي كيمشي بالوتيتر ديال قناوة، وبالتالي كنا اوتوماتيكيا نقضي على فن آخر له اختلافاته. قناوة شي حاجة، اسم كان حاجة أخرى، وبالتالي العودة إلى هذه الندوات لإبراز أن فن اسمكان هو قائم بذاته، ماشي هو قناوة ماشي شي حاجة أخرى، هو اسمكان لا بلغته ولا بتعبيراته وبلا أشكاله إلى آخره. فلذلك نشكر الخدم بيكا أولا الذي استطاع أن يتحول هو بنفسه من ثقافة المعروف ديال اسمكان اللي كان كيكون غالبا داخل الأحياء الصغيرة ومع المجموعات المنغلقة اللي فيها اسمكان، وخرج ليصل إلى الجانب الآخر والخروج إلى الساحات العمومية أولا خصوصا هنا في سمكان، ثم فيما بعد نشر علاقات قوية مع الجامعة. هذه ظاهرة يجب الالتفات إليها. بيكا بالعمل ديالو بالاستقبال ديالو للطلبة بالحضور ديالو في الكليات مرارا يحضر ويحاضر، رغم انه هو كيقول لك كيرغريح ولكن هو اللي كيكون المحاضر، هو الذي يتحدث. كتبقى اللغه لغه وسيطه، لغه تقدر تهضر باللونجلي ولا بالاسباني ولا هذا، ولكن المعلومه كاينه عنده، وهذا مهم جدا. هذا الاساس اليوم اسسنا له. اشتغل ايضا مع الطلبه الباحثين على سلك الماستر الدكتوراه، اشتغل 70% ديال لو دوسيي يتحط عند اليونسكو، 70% كنقولها جو بيز ميمو كله ديالو، وتحط باسم قناوة وتكلاسا باسم قناوة ديال سوايع، باش تعرفوا انه في بعض الحالات نتركوا الاشياء والفرص تمر. ماشي مشكل احنا المغرب هذا، ولكن هاد لا فاريونت ديال او هذا التعبير الثقافي اللي هو اسمكان، يعني كنقولها دائما هو ضحيه شهره قناوة. ما تكلمتوا عليها ان مهرجان اللي كيدور ب4-5 مليار ماشي هو مهرجان اللي كيدور بواحد شي شويه قليل، ونحن هنا في قاعة وحتى الحضور كتحسوا بانه لا تعطى له القيمه التي يستحق. اذا كنسد هذا القوس ونرجعوا شويه لهذا الجانب الثقافي ديالنا. السوس العالي ما انت فين مشيتي. سي نور الدين تيلمتا هو كلفني حيت كنتصل السي عزيز ياسين. عزيز ياسين كاين في تفراوت مع الطلبه، وهذو ايضا اساتذه كيجتهدوا اجتهادات اخرى، كيدوا الطلبه باش يشوفوا الميدان، ولذلك كلف طالبه في سلك الدكتوراه وصفت له المداخله ديال عزيز، ولكن سيلقيها سي نور الدين تيلمتا ايضا اللي هو اليوم باحث في سلك الدكتوراه. اذا عندنا السي تيلمتا عن اليسار، حداه السي عبد الله بودران عن مديريه الثقافه ولكن هنا بصفته كباحث، الاستاذ احمد بومزبول الذي ياتينا من تسنيت ولكنه حاضر بقوه في سوس كلها، والاستاذه عائشه برا اللي استاذه باحثه في الكليه في بلول، والطالبه الباحثه بقبال ايضا اللي داخله في هذا المجال. وهذا جميل اننا كنشوفوا اجيال
سأتحدث عن ثقافة، هي ثقافة نعيش معها ونتعايش معها. إذا السودان بغينا نشوفوها، بغينا نعرفوها من الجانب الأكاديمي، من الجانب الأنثروبولوجي، علاقتها بسوس، وهي إضافات مهمة جدا. نحن غالبا كنبغيو قناوة يضربوا هنا كاع صافي، ولكن منين جاو؟ اش كيغنيو؟ ما هي الظروف التي مروا منها؟ ما هي معاناتهم؟ ما هي الثقافة التي أنتجت هذا الشكل؟ أنا التي أعتبرها موسيقى الألم، سي لا ميوزيك دو لا دولور، ماشي موسيقى ديال، كنقولها دائما كم من طائر يرقص وهو ذبيح، في حين هنا راه قناوة يرقصون وهم يتألمون. وفي الكلمات ديالهم معظم النصوص اللي اليوم بداو كيتخلاو عليها، وكيمشوا بزاف النصوص اللي عندها الطابع الروحاني، وكاينه نصوص قويه جدا التي يحكون في هذيك الميز وهذيك ما يمارس عليهم من عنصريه ومن عبوديه ومن كاينه في نصوص جميله جدا، بعضها فيه شويه ديروني، شويه ديال السخريه من الواقع. كلشي كنغنيو سيدي ياكل حماما لا تاكلش حمى، وبمبارا نسبه للاصل كياكل العظيمه هذا وحده وسكين، وحنا كنغنيو وناشطين، وراه كيعاود لك شي حاجه اللي هي وضعته في وضعيه العبد، الاسكلاف فاقد لحريته. وحتى الرقصات كلها تعبيرات جسديه عن واقع معين اللي فيها القيد، فيها السلسله، هذوك القراقب اللي كيجيبوا كلها تشير الى الوضعيه التي حضروا بها من تنبوكتو حتى لهنا، ثم تكسير القيد اثناء تلك الرقصات التي يكون فيها الشباب في اوج عطائهم، هذوك لي الصون اللي كيديروا اللي كيوصلوا بعد الوقت حتى المتر ونص، هي نوع من كسر تلك القيود والعوده اننا اليوم ننعم الحمد لله بالحريه، ولكن هذه اليوم اصبحت موسيقى ضمن تراث المغرب بكل اشكاله. اذا غادي نحتفظ انا على نفس الترتيب اللي عندي هنايا في البرنامج اللي خداوه اللي قدموه لنا الاخوان، وغادي نبدا مع السيتي المثال اللي غادي يقول على السي عزيز ياسين في عرضه يقدم هذه المداخله الاولى، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا استاذي العزيز قاضي الرياض مساءكم سعيد. شكرا بدايه اود ان اشكر الجمعيه المنظمه للمهرجان وفعاليات المهرجان على الاستضافه. استسمحكم عذرا نيابه عن الاستاذ عبد العزيز ياسين الذي يغيب عن هذا اللقاء لعلمي في مهمه علميه اخرى بصفته منسق ماستر المغرب في افريقيا تاريخ وتراث. لهذا ارتقى ان انوب عنه بمداخله مشتركه كان قد سطر عنوانها الموشون سوس معبرا ثقافيا بين المغرب ومحيطه الافريقي. صراحه هذا عنوان بحجم اطروحه جامعيه، وهذا نعرف كفاءه والاستاذ عبد العزيز ياسين والمامه بالموضوع. سعيد كذلك ان اتواجد بين اساتذتي الذين اكن لهم احتراما خاصا، وسعيد ايضا بتواجد وسط قبيله الام قبيله إبسيم، واحد من إبسيم. فإذا ممتن لهذه الظروف حيث كنت سأحضر لأتلذذ بهذه الوليمة العلمية، لكن شاءت الظروف أن أكون جزءا من الوليمة العلمية. إذا من خلال عناوين مداخلة هذه الندوة أجد نفسي في موقع منهجي ارتباطا بعنوان المداخلة الذي صدره الأستاذ عبد العزيز ياسين داخل محاولة لتأصيل التاريخ.